عسلامة الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على حاجات بسيطة تنجم تعملهم في حياتك يخليوك تزيد في الميزان. باش نبداو على سبيل المثال، أول حاجة الوجبات متاعك والتوقيت متاعها. الوجبة أكثر حاجة أنا ننصحكم بها تبعدوا على الكربوهيدرات المعقدة. أبسط مثال هو الشوفان، اللي هو تعرف معناه ما يتمصش البدن، ما يستهلكوش سريعا، ياخو وقت باش يتحلل في وسط المعدة باش يتعدى للبدن. وسورتو كان تعملوا مع الحليب يولي اي هما تما برشا حاجات مثلا تعملهم مع الحليب، الامتصاص متاعهم يكون ابطأ من انك تحللهم مع الماء. مثلا الشوفان كما حكيت لكم معروف اللي هو بطيء الامتصاص، تنجم تستعمله مثلا تاكله كوجبة الصباح، يخليك تحس بالشبع، تبقى شبعان مدة باهية، تبقى ما نعرفش أنا ساعتين ثلاثة هكاكا ما تجوعش، خاطر هو سي ديجا موجود في وسط معدتك، معناها موش باش يتحلل. سورتو كان انت كليتو مع الحليب معناها كيف كيف. شنيا الحاجات اللي تخليك جيعان؟ انت وحدك تبدا ترينا مسكيلاسيون ولا حاجة ولا سبور اي اندومي، باش تحس روحك جيعان، باش تجوع على مدة قصيرة، باش تجوع. تصغر في الوجبة متاعك، الوجبات تكون صغيرة وفيها سعرات حرارية برشا، وأعز حاجة تنجم تخليك تعمل بأزيد سعرات حرارية واللي هي حاجة بسيطة، زيت الزيتون فيه برشا كالوريز. قلل الوجبات متاعك من الحجم متاعهم، مثلا تحط صحن صغير تاكل نفس الصحن هذاك 3 4 وجبات في النهار. فرضا تاخذ مثلا كوكتيل، تعمل وحدك سموثي كامل في الميكسور، تحط اللي عينك فيه كيف كيف. ديما تجنب الشوفان، على خاطر الشوفان حطه اخر وجبه، حطه في العشيه، حطه قريب لليل، خاطر انت كي باش تاكلو راك باش تبقى مده من بعده وماكش باش تنجم تاكل، خاطر هو باش يخليك تحس بالشبع. اعمل بالغله، اعمل ثم الجرانولا زاده باهيه، هي بالشوفان زاده كيما حكيت لكم، فيها الغله الشايحه، فيها الفاكهه، كل حاجات فيها الفايده كبيره، فيها برشا كالوريز وكونتيتي متاعها صغيره. كل الفواكه الجافه، الفاكهه انزل فاكهه كول ولا يهمك، مثلا الكاكاوية، مثلا اللوز، فما برشا حاجات عندهم برشا فايدة. أه الغلة كيف كيف. شنيا آخر؟ تجنب انك تاكل الماكلة في الليل، تاكل ماكلة رزينة مثلا برشا، تاكل برشا كونتيتي كبيرة متاع روز ولا متاع عظم وترقد طول ياسر هكاك البدن ما يحرقهمش. انت سي ديجا معناها عبيت كرشك، المعدة متاعك تعبيت وطول تكي ترقد، بالطبيعة باش تولي لك جريس، بالطبيعة باش تزيد في الميزان بصفة خايبة، باش تولي لك جريس هذيك. حاول تقسمهم وجبات صغار على برشا مرات في النهار، 4 5 وجبات، 5 وجبات ناكل نفس الحاجة، 5 وجبات فيهم الروز ولا عظم ولا سكالوب، فيهم اللحم، فيهم برشا حاجات، فيهم خضرة، فيهم غلة، فيهم فاكهة. قسم وجباتك، ما تاكلش كونتيتي كبيرة فرد ضرب من بعد تبقى 4 ولا 5 سوايع ما تنجمش تاكل. كيف كيف سموثي، كيف كيف حاول ديما الشوفان كيما حكيت لكم ما تعملوش على الصباح مثلا، كانك خاطر هو بطيء الامتصاص باش يخليك تحس بالشبع. شنو هو الاخر؟ مثلا بتحب تحلل حاجه بالماء، بالماء بطيء الامتصاص. مثلا انت عندك حكه ما نعرفش انا، ماس جينر ولا واي بروتين، السكوب نتاعك الدوزاج نتاعك ما تحلوش بالحليب، حلو بالماء، خاطر بالماء يتمص فيسع البدن، ياخذوا فيسع، يستهلكوا فيسع، تولي انت من بعدها طول الجوع. وبالطبيعة كيف نحكيو على كومبليمون ما حكينا في الفيديو اللي فات، معناها مش تاخذ كومبليمون وتسيب الماكلة، هو مكمل غذائي، لازمك تبدأ الماكلة نتاعك وجبتك مريقلة وتاكلو هو، تكونسوميه هو. شنو هو الآخر؟ فرضا انت عندك خدمة هكا مغصور الله غالب، معناها ما تنجمش هكا كل ساعتين تاكل وجبة، كل ساعتين تخرج بوز، عندك بوز بركة في النهار، كيف كيف لي كومبليمون يعاونوك على الآخر. كيما حكيت لكم الماكلة لوج لوحدها، ريت احسبني انا ما حكيتلكش، برا لوج حتى ما نعرفش وين، اسأل اي الكوتش متاعك ولا في تليفونك لوج ولا كل شيء، لوج على الحاجات اللي فيها برشا سعرات حرارية وتكون فيها معناها بكونتيتي قليلة
وسريعة الامتصاص. ركزلي على هذه سريعة الامتصاص، معناها بدنك طول يا خويا، ما تبقاش في معدة برشا ساعتين وثلاثة باش تتحلل في وسط المعدة ومن بعد يمتصها البدن. خذ حاجة تتمص في ساعة، البدن يمصها في ساعة، المعدة تعديها في ساعة، تهضمها في ساعة. هذوما الحاجات اللي يخليوك اوتوماتيكمون باش تولي جيعان. انت سي ديجا معدتك فرغت، اللي دخلته لمعدتك هضمته سي بون، تحلل ومشى على روحه، باش ياخذ نسبة منه معناها محتاجات البدن، احتياجات البدن، والنسبة الأخرى باش تمشي مثلا ديشي ما عندك ما تعمل بها. ديما خذ كونتيتي أقل، سعرات حرارية أكثر. كومبليمون اليمونتير، مكمل غذائي كيما حكيت في الفيديو اللي فات يعاونك، مش ما يعاونكش، وحكيت لكم على أهم المكونات. تنجم ترجع للفيديو اللي فات اللي قديم اللي قبل هذا وتشوفوا شنيا لي كومبليمون اللي نصحتك بها. مثلا كيما حكيت لك على الشوفان، اي واحد يترينا بشي شوفان وروز وعظم، خذ حاجات كانك انت تحب تزيد في البوا، خذ حاجات فيها سعرات حرارية برشا. الفاكهة فيها برشا سعرات حرارية، زيت الزيتونة. مثلا عبد يحب يضعف، عكس الكلام هذا تماما، عبد يحب يضعف ماذا بيه ياكل بقل وجبة في النهار، لازماته ما نعرفش انا ياكل وجبة يكمل بها النهار عادي. معناها الصباح عادي ياكل لك برشا شوفان باش يبقى حتى للعشية ما يجوعش، كيما حكيت لكم ماهوش سريع الامتصاص الشوفان. هذوما الحاجات اللي لازمك تكون على يقين بهم، على خاطر راهي ماهيش الفايدة في الكونتيتي. الكونتيتي ما عندها حتى دخل. الفايدة احنا نوجعوا السعرات الحرارية باش نزيدو في الميزان. انسان يحب يزيد في الميزان راهو لازمته ياكل. متاع هيدي راني ما ناكلش هذا وما ناكلش هذا وطعمته خايبة، ما تاكلش. القوم عندها حتى دخل. كول جيست خاطرك انت مستحق لازمك تاكل، كول على خاطر بدنك لازمته الحاجة هذيك. وكيما حكيت لكم ديما وجبات صغيرة الحجم، سعرات حرارية أكثر، واعمل دي ريشيرش وحدك على الحاجات اللي فيها برشا سعرات حرارية وعلى الحاجات اللي هي سريعة الامتصاص، باش انت تكون ديما كليت توا وجبة ماكس ساعتين وباش تعاود تجوع، باش تعاود تاكل وجبة أخرى سواء تحب هي بيدا وإلا تنوع. وكهو والسلام.